السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى روتين يوم الجمعة. تعالوا بقى معايا شوفوا كده النهاردة يوم الجمعة كان ماشي معايا ازاي. طبعا اول حاجة كده قبل ما نتفرج، حطي اللايك والاشتراك بتاعك ويلا بينا. طبعا اول حاجة طبعا في يوم الجمعة ما ينفعش نعمل اي حاجة خالص غير لما طبعا نصلي. انا صاحية الفجر، نصلي الفجر وقرأت كده سورة الكهف ونبتدي يومنا كده بالقرآن. لأن طبعا هو دي الحصالة بتاعتنا للآخرة يعني. ربنا يا رب يديكوا ويدينا كده الصحة ويقدرنا على عبادة ربنا إن شاء الله، ويحسن ما بين إيديكوا ويحسن ما بين إيديا. بدأت كده، كان النهاردة بقى تنفيض بقى من بره لجوه لأن في حاجات كتير كده. الفيديو النهاردة سريع. كان تنفيض بقى من بره لجوه. بنتي كانت نايمة وكانت تعبانة شوية بالليل ونامت، فقلت بقى اظبط الدنيا كده، الريسبشن بالأوضة الولاد بالجوه كده، الأوض من جوه. جبت أوضة وشلت بقى الفرش كله اللي أقدر أشيله، وقلت بقى همسح بقى من أول ما بوريكوا كده لغاية يعني الحتت الإيه الباينة كده كلها يعني تنيت السجاد كده زي ما انتوا شفتوا الحتت اللي أقدر أعملها. وكان كمان يومي مشحون جدا جدا. المطبخ كان يعني بصوا على بعضه. هتشوفوا بقى الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله المطبخ وترتيبه ونضفته ازاي. هو كان اصعب حاجة بصراحة المطبخ عندي، وقلت الولاد عشان كنت لسه عاملاها، فاللي هو تنيت كده. بس انا يعتبر منفضة اصلا قبل التنفيضة دي كده، كان عدى يعتبر 4 ايام، ملحقتش اقعد الاسبوع لان انتوا عارفين الجو بقى والتراب كان صعب قوي قوي قوي. فاضطريت كده ان انا اقوم، وطبعا الولاد ما بيسكتوش، وكنت كمان عايزه افرش بياضات الانتريه دي عشان يعني اغير الشكل كده. عايزه اخد رايكم بقى في حاجه كده، كام حاجه. كنت عايزه كده ايه اجدد ال يعني شويه حاجات بسيطه كده تعمل لمسات في الريسبشن، لمسات في المطبخ. يعني بالنسبه للريسبشن عايزه اغير الكوشن بتاعه الريسبشن. فمحتارة اجيبها اللي هي الكافيه يعني حاجات تليق على الكافيه السادة كده، حاجات رسومات كده، ولا اللي هي فيها ستراس كتير كده وعارفينها دي اللي هي فيها كذا لون كده، ستراس كده. فاللي يقولوا لي بقى من رأيكم في الكومنتات، ومستنية رأيكم بجد والله عشان انا محتارة جدا. هاخد رأيكم برضو في فيديو المطبخ عن شوية حاجات برضو هعملها فيه. عايزة رأيكم فيها. بصوا هو الفيديو النهارده كده سريع، بس حبيت كده ايه اشارك معاكم كده عشان انتوا وحشتوني بجد والله. وحبيت ان انا ايه اشوفكم كده وتشوفوني. وقلت كده افرش بقى البيضات. بصوا النهارده بقى التصوير ياسين ابني قلت له بقى ايه، انا اصلا ما كانش ليا مزاج اصور خالص، بس هو بقى شجعني قال لي طب يلا يا ماما هساعدك في التصوير. فشاطر، طلع شاطر ولا لا؟ قولوا لي بقى في الكومنتات. وربنا يخلي اولادنا جميعا. وقلت بقى البياضات دي، بالنسبه للبياضات دي بقى بتحافظ شويه بجد. الطقم ده انا كنت جايباه من ساعه ما جددت الريسبشن. انا عايزه اقول لكم كنت جايباه ب180 جنيه. انتوا متخيلين؟ دلوقتي بسال عليه بيقول لي 600 جنيه. انا مش قادره يعني ليه بياضات ب600 جنيه؟ انا مش فاهمه. امال لو حبيت اجيب تاني، انا يعني فعلا زهقت من دي، وكل شويه يعني بفرشها وكده مناسبات وكل حاجه. ان شاء الله كده ربنا يأديني بقى ويقدرني واغير بقى الكوشن مع البياضات دي. عجباني اول بياضات اللي طالعه جديده، اللي هي تحسيها تقيله كده شويه، اتقل من دي كده شويه، بتمسك اكتر، ولونها ساده كده. في اشكال وانواع كتير، بس ان شاء الله كده ايه لما اجيب هوريها لكم. فبس كده كنت خلاص ولمعت بقى. كنت ملمعه يعني قبل ما ابدا بقى وكده، يعني لمعت وكنست وخلصت. وجيت بقى في الاخر حطيت البياضات بتاعتنا دي، وحطيت بقى الشلت. فبجد حاسه ان هي المنظر اتغير. يعني قلت شوية تغيير كده، يعني مش كل تنفيذة كده بحب اغير شوية. وبرضه في المطبخ قمت مغيرة حاجات فيه، هتشوفوا بقى مش هحرق لكم الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله لو قدرت انزله بكرة ان شاء الله هتشوفوه بكرة. وكده الشكل النهائي بقى بتاع الريسبشن، وخلاص بختم الفيديو بتاعي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، على قد ما هو سريع على قد ما هو كده ايه خفيف. يا رب يكون خفيف كده على قلوبكم. ومستنية كومنتاتكم، مستنية ارائكم في الروتين بتاعي النهاردة. هو كان روتين قصير، كان نفسي يطول عن كده شوية، بس كان غصب عني يعني حصل لي حاجات كده في نص اليوم. واشوفكم